الجماعة الدينية دي هي ما بيجوز إنها تكون شنو؟ إنها تكون متعددة. دي جماعة واحدة، كل المسلمين على بقاع الأرض، في بقاع الأرض كلهم جماعة واحدة، جماعة دينية، جماعة على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فده ما بيجوز إنه يعني يكون فيه تعدد في الجماعة الدينية، زي الليلة الشغل بتاع الحزبين، الشغل بتاع أنصار السنة، ودي الناس مبتدعة. ثم الشكر لكم إخواني في جماعة الإخوان المسلمون على هذه الدعوة الكريمة. واضح، ولا داير له كلام كثير. مما كونوا جماعة أنصار السنة المحمدية، وعملوا رئيس ونائب رئيس وأمير المنطقة الفلانية وأمير للمنطقة الفلانية. ونحن كلنا سنيين، صار السنة سنيين، الأخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلهم سنيين. دي المبتدعة، فلا داير له كلام كثير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. سبحان الله، السنة دي بتجمع الناس، عشان كده أهل السنة والجماعة بيحافظوا على شنو؟ على التمسك بالكتاب والسنة، وبيحافظوا على عدم التفرقة، إن الناس تكون مجتمعة، خلافا للمبتدعة اللي بيفرقوا الأمة. طالعين مظاهرات على الحاكم. أنا أمثل حزب الوحدة السوداني، وأرسل رسائل إلى القيادة التي تتربى على رأس هذا البلد. هذه جموع المسلمين بجميع طوائفهم، سلفية، صوفية، حركة إسلامية، بجميع اتجاهاتهم. ده طبعا حرام، ودائما بنذكر هذا الكلام ونجيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنه من خرج على أمير قيد شبر فمات فميتة جاهلية، وده من أصول السلف اللي حتجي بعدين لقدام. فأي زول بيخالف هذه الأمور ده مبتدع، ما عنده علاقة مع منهج السلف. يطلع مظاهرات يقول لك نحن سلفيون، انتم مبتدعيون. ذاك خطيب الثورة جابوه في أول أيام الثورة، كان رد عليه شيخ شهاب مقطع ذات والله لما تضحك ذات. جابوه في بداية الثورة قال لهم هذه المظاهرات والاحتجاجات وكده وما بعرف شنو، قال لهم هذه من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التظاهرات السلمية هذه كلها وسائل من وسائل الأمر بالمعروف ومن وسائل النهي عن المنكر. عنده حلقوم ذاته كبير ذاته عجيب مرة. لما جابوا في المنبر بعد فترة قال لهم نصيحتي للشباب وأنا والد، ونصيحة كوالد مشفق، نصيحتي لكم لا تخرجوا. ونصيحتي للشباب، وهذه نصيحة والد مشفق، نصيحة ما عندها لون سياسي، نصيحتي لكم لا تخرجوا. شوف التلون كيف، لكن السلفي ما عنده تلون. السلفي كلامه واحد قبل المظاهرات وقبل الاحتجاجات، بيقول الخروج على الحاكم حرام، قال رسول الله كذا، وبعد الخروج وبعد المظاهرات وكده بيقول الخروج على الحاكم حرام، قال رسول الله كذا. لكن ديل بيتلونوا، قال لا تخرجوا، قال بعد ذاك جاب له فلسفة وكلام ذاته ما جابوا زول ولا سبقه بها أحد من العالمين. أنت تعرف الحزبين ديل بينجروا نجر كيف؟ قال لا لأنه حرام كما يعتقد بعض إخواننا السلفيين. أيوة السلفيين بيعتقدوا هذا الكلام. قال لكن لما يفضي إليه من إراقة الدماء. لكني لا أنصح بأيعلم ذلك من يسمع مني لا من يسمع عني. إن المظاهرات لا أنصح بها ليست لأنها خروج كما يقول بعض إخواننا السلفيين، لا، ما بعتقد إنها خروج، لكن لما تفضي إليه من إراقة الدماء. لا لك الله ده ما زول مستهبل يا أخي. إذا كان أصلا بيفضي إلى إراقة الدماء وحيكتل الناس وحيكتل الشباب، أنت ما تقول لهم ده حرام وجيب لهم كلام الرسول. خلاص أنت ما زول محتال وزول مستهبل وتلعب بالمسلمين وتلعب بدماء المسلمين. حزبين والصوفية ذاتهم مما بدت الثورة شايلين النوبات بتاعاتهم والتوراة وما عارف شنو، حايمين ولافين في الشارع وما عارف يظل بلاوي كثيرة. فدي ده شغل أهل البدع، وما في ناس بيتفقوا على عدم الخروج على الحكام إلا السلفيين بالمناسبة. ما كلهم أهل البدع بيتفقوا على إنهم يخرجوا على الحاكم والمظاهرات والكلام الفارغ.